عندكش حياه يلا، انت ما عندكش حياه يلا، انت عيل بايظ يلا. انت كل اللي انت بتعمله واحد قاعد بيتفرج على ناس ومتابع الناس هم حوامل ولا مش حوامل، وفي الاخر لما الناس تتكلم عليهم ده اتكلم على اسراء. ما عندهمش حياه اسراء. انا عملت فيديو اسراء نبيل بتلقح عليها في فيديو، ما قعدتش في المسجد ليه يا اسراء، صليت صلاه استخاره كده وقفلت القناه دي. عندنا اسراء نبيل في قناتها الجديده. يا رب ما تعملش الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش، اللي هو تقل الدم، خفه الدم الزياده اللي هي عكس تقل الدم، ساوند افكتس كتيره، صوتها العالي. لو ما عملتيش كده، ما عملتيش الحاجات دي، فانا هتبسط في الفيديو ده وهكون كويس معاكي بشعر اللي شبه الملوخيه ده عشان لسه برد. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شو اخباركم؟ كل مره تقولي نفس المقدمه وكل مره اقول لك زي الخرا طول ما بتفرج عليكي انتي ومحمود الجمل. لو مفكرين ان انتوا هتخلصوا من المقدمه بتاعتي في القناه دي تبقوا غلطانين. انا كنت مفكر اني هخلص منك عموما بعد ما عملت التجارب والقصص. ده هيكون اول فيديو في قناتنا الجديده، القناه اللي انا قعدت سنين وشهور وايام. لا هو ايه سسبنس اوفر؟ يعني قناه فتحتيها عشان تحكي مغامراتك الحياتيه، اللي انا قعدت ايام وشهور وسنين. احنا مش اتفقنا في اول فيديو انك مش هتقفري؟ ما قلناش مش هتقفري صح؟ ما تقفريش. تقل الدم، الحاجات الكتير اللي احنا قلناها في الاول. بصي يا اسراء، انا هادي النهارده ومش عايز ازعق ومش عايز اعلي صوتي ان زوري وجعني وعندي برد ومناخيري مسدوده وبقالي 3-4 ايام مش عارفه اتنفس عدل ولا عارفه اشم اي حاجه في حياتي. فانا في اللي مكفيني، وبقالي 3-4 اسابيع ما سجلتش وما عنديش حاجه ان انا منتجها، فاضطريت ان انا اسجل فيديو في هذا الوقت العقيب. فكر هسميها ايه، وفي الاخر بعد تفكير كتير وسؤال ناس كتير قررت اسميها قناه اسراء نبيل ابو تقل دمك. يلا بقى ما هي بايظه بقى، يلا هطلع من الفيديو ده ميت، يلا بينا. هي كده سميتها اسراء نبيل عادي، اسراء نبيل لان في القناه دي هتشوفوا كل حاجه بتعبر عني. مش عايزين نشوف ولا عايزين نعرف ولا عايزين تفتحي القناه اصلا. يعني ما اكتفناش بالقناتين التانيين اللي انت عملتيهم، القصص والتجارب، الاثنين زي الزفت، فما تخليهمش 3. اكلمكم عن اي حاجه في حياتي، عن جوزي. وانت هتكلميني عن جوزك ليه يا اسراء؟ ممكن اسال سؤال؟ هو دي صوره القناه؟ يعني الناس بتوع القنوات بيتعبوا في لوجو وكالرنج ومش عارف ايه والبانر، انت بس صورة بروفايل بس البانر بتاع القناة. ايه ده يا جماعة؟ مش هقدر اقول لكم هي حقيقية ولا لا، لما تدخلوا في الفيديو هتعرفوا ايه منها الحقيقي وايه لا، بس عشان محدش يضحك عليكم بفيديوز. ما تزعقيش وما تعليش صوتك. انا بعرف اعلي صوتي وبعرف ازعق، وده الفيديو بتاعي وممكن اشيلك انتي كلك بالفيديو، بس انت كونتنت يطلع عليكي كونتنت. يا جماعه بتجيب ملايين المشاهدات بتيجي على اخبار. تقريبا هي شافت الفيديوهات بتاعتي وبتلقح عليا بالكلام، بيبان عندي مين بيتفرج. بيبان عندي ساعات بتكون مش حقيقيه. يا جماعه انا مكسوفه بجد نتكلم. شاهد قبل حذف اسراء نبيل تاكل حمار، شاهد قبل حذف اسراء نبيل تاكل نفسها، دبل مينينج على انها في الشائعات اللي طالعه شائعات غريبه. انا لما بتفرج ممكن نخش في الفيديو، يعني ممكن ننجز. خبر سمعته عن نفسي في حياتي هو ان انا حامل. يا جماعه انا كنت عايزه اكلمكم في الموضوع ده بقالي كتير، انا بس ما كنتش عارفه امتى هبلغكم بالخبر، ما كنتش عارفه لسه هقوله لكم ازاي او كده، وبعد كده لقيت ايوه ايه، ما انجزي الفيديو تلت ساعه ليه بتتكلمي قاعده بترغي قدام الكاميرا تلت ساعه؟ اتكلموا عن الموضوع. منزلين فيديوز على تيك توك قد كده بتتكلم على ان انا حامل. حتى في فيديو على تيك توك انتشر قوي كان جايب حته من فيديو ليا من على قناه تجارب لتاته جدا، فقعدوا يتكلموا على قد ايه انا ماسكه بطني عشان انا حامل. فانا قررت النهارده اطلع واقول لكم خلاص بقى كفايه تخبيه، كفايه غموض، كفايه كذب، كفايه مط ونخش في البتاع عشان ننجز. انا مش مهتم، انا كده مش مهتم انت حامل ولا مش حامل ولا متجوزه ولا زفت عديل على دماغي، انا مش مهتم. ده مجرد كونتنت بالنسبه لي، ده شغلي اللي انا بعمله دلوقتي. This is my work. ده شغلي ان انا اعمل رياكت على ناس زيك عشان اطلع منهم محتوى يجيب فيوز عشان افعل الراب. كدب بقى يا جماعه، انا مش حامل. مبروك كنا قلناها في دقيقه. الشائعه الاولى اسراء نبيل حامل، لا بس خلاص شكرا. مش حامل، انا كنت بضحك.
انا في الفيديو ده اللي كنت عامله كنت بضحك. انا لما بضحك ساعات امسك بطني، ساعات امسك بقي كده بضحك اوفر. فكنت من كتر الضحك. مين بجد يكون مهتم ان اسراء نبيل حامل ولا مش حامل، ودي ماسكه بطنها ودي ماسكه كرشها؟ مين مهتم بجد؟ انت يا بني ادم، انت يا براس بخاخه، انت لو كملت الفيديو لحد هنا وانت من الناس اللي بيتابعوها ومهتم فعلا انك تشوف اسراء نبيل حامل ولا مش حامل، انت ما عندكش حياه يلا. انت ما عندكش حياه يلا. انت عيل بايظ يلا. عيل ما عندوش حياه ان هو يتابع واحده، مهتم ان هو يعرف هي حامل ولا مش حامل. انت بني ادم براس بخاخه، ما عندكش حياه. ما عندكش حياه برضه انك تنزل لي تحت في الكومنتات وتكتب لي كومنت سابع اروح انا رادد عليك بكومنت، روح انت رادد عليا بكومنت، روح انا رادد. ما انا مش هخلص، ما ده شغلي، ده اللي انا بعمله. انا فاضي مفيش حد بكلمه في حياتي. انا التليفون اللي انا ماسكه ده بخش على يوتيوب ستوديو الاقي كومنت اروح رادد عليه. انت رديت عليا، انا رديت عليك، رحت انت ردد عليا، هرد عليك، لان ده بيعمل تفاعل زياده على الفيديو بتاعي. انت ما عندكش حياه. صارح نفسك، قول انك ما عندكش حياه. يعني انا هو صريحه، انا ما عنديش حياه. انا شخص لايفلس، ما عنديش حياه. كل حياتي اللي انا بعمله قاعد على الكرسي ده بسجل وبمنتج وخلاص. ما بعملش اي حاجه في حياتي التاني ان انا اعمل كده. انت بقى ما بتعملش حاجه. انت كل اللي انت بتعمله واحد قاعد بيتفرج على ناس ومتابع الناس هم حوامل ولا مش حوامل، وفي الاخر لما الناس تتكلم عليهم ده اتكلم على اسراء نبيل خش اشتمه، ده اتكلم على اسراء نبيل خش اشتمه. يلا بقى انا بقالي 3 اسابيع ما صورتش فيديو وحامل كل ده في قلبي وزهقت منكم كلكم. ماسكه بطني مش حامل. اي حد يمسك بطنه يبقى حامل بعد كده. نور انت كده حامل بقى. بس صص بيبقى اسراء نبيل تعترف انها حامل. اسراء نبيل حامل. اسراء نبيل وهي بتقول للناس ان هي ايه الخبر ده جه مين؟ مش قلنا ما نزعقش على كل زعيقه. مش عارف اعمل كده بس عامه ما زعقش. مين اللي طلعه؟ مين اللي طلع صحي الصبح قال اسراء حامل؟ مين ده بجد؟ لا وكمان لما نزلت لكم ما عندهمش حياه. اسراء حياتهم كلها متوحوره. انا تابعت اسراء نبيل النهارده لما نزلت الفيديو، اسراء نبيل عملت لي لف على الكومنت بتاعي. انا بقى يروح جاي له بقى صاحبه اللي هو ايه كده بقى كده، استنى بقى، ما انا هشتغل ممثل كده ان شاء الله. انا كتبت كومنت واسراء نبيل ردت عليا. في فيديو. انا عملت فيديو اسراء نبيل بتلقح عليا في فيديو. وي ار نوت ذا سيم. اسراء نبيل حامل ونص الفيديوز مكتوب فرح اسراء نبيل في الكنيسه. في لقطه انا كنت منزلاها من فرحي او كاتب كتابي، يعني اللقطه دي كان فيها باب المكان اللي انا دخلت منه. الباب ده دي بقى فقره تانية، مهتم اسراء نبيل حامل ولا لا ده فكنا منه بقى. اسراء نبيل مسيحيه ولا مسلمه؟ الناس حللت ان هو كنيسه. انا كل اللي انا طالعه اقوله انه هو كان باب مسجد. انا يا جماعه كاتب كتابي اتعمل في مسجد بس كده. هو دي المعلومه اللي ما قعدتش في المسجد ليه يا اسراء؟ صليت صلاه استخاره كده وقفلت القناه دي. اتاكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب عشان في الفيديو ده هتشوفوا كل حاجه حصلت في فرحي، كل المواقف المحرجه، كل الحاجات ايه الموقف المحرج ممكن يحصل في فرحك يعني؟ البلوجر الشهيره اسراء نبيل تروي انها في الساعه 1 ظهرا الاثنين 18/9/2023 قد تم محاوله خطفها من قبل اشخاص مجهولين. يا ريت يا رب كانت حقيقيه جدا، وكنت اول واحد هيفرح على الخبر ده. كنت هطلع على التيك توك اقدر كده. بتقول انها كانت ماشيه ولقت 2 بمكنه حاولوا يشدوا ايدي وانا صورت. مين هيخطف حد بموتوسيكل يعني؟ وات از ذيس هيل يعني؟ حتى اللي كاتب المقال تقريبا من الناس اللي بيتابعوها. وفي حديثا اخر تقول انها كانت تشتري بعض اللوازم المنزليه. كنت نازله اجيب لي شويه طماطم على شويه بصل كده. ما تقلشيش، اقري زفت الخبر وخلاص، ما تقلشيش. وكان هناك من يراقبها منذ يراقبها. انا قلت برضو اللي بيكتبوا عندي بالعربي المكسر ده منك. بنزل على سناب شات وفي الاخر بتقولوا لي ان انا اتخطفت. لو انا اتخطفت مين اللي بيعمل فيديوز دي؟ ذكاء اصطناعي بيعمل فيديوز دي مكاني. يا ريت كان ذكاء اصطناعي، كان دمه اخف، عنده كاريزما احسن من كده. مش اسراء نبيل يعني. دي اكتر سلبيه في الحياه ممكن انت كبني ادم تكون فيها. طيب كده نكون خلصنا الفيديو، فما تنساش انك تنزل تحت وتعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس لو عايز تعمل اي حاجه من دول. مش عايز تعمل ان شاء الله عنك ما عملت يعني، مش ناقصك انت كمان، ما جاتش عليك يعني. هتلاقي لينكات التواصل بتاعتي تحت في الديسكريبشن، تويتش وتيك توك وفيسبوك وانستجرام. لو عايز تعمل فولو على اي زفت منهم عادي، هكون شاكر ليك جدا.
هتلاقي خلاص مش هتلاقي حاجه بقى. صلي على النبي وسلام. بحارب الكرنج بسيف ساموراي، انا في اليوتيوب زي يوسف الطاي. بهزر يا اسطى مش بتنمر، ده واجبي، اوعى تزعل مني، ده انت مربع في قلبي. عارفني افورت. لا يا عم ودي